في آيات عجيبة جدا في سورة المائدة. ربنا سبحانه وتعالى بيقول عن اليهود: وقالت اليهود يد الله مغلولة، يعني أن ربنا سبحانه وتعالى بخيل، فربنا قال غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. خد بالك، يعني هنا سبب لعنهم هذا القول الذي تكلموا به. هتمشي شوية كده في سورة المائدة، فربنا يتكلم عمن آمن من أهل الكتابين، فيقول سبحانه وتعالى: فأثابهم الله بما قالوا. سبحان الله، الأولى لعنوا بما قالوا، الثانية فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار. لازم تاخد بالك من كلامك. ربنا سبحانه وتعالى قال: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فكل كلمة أنت تتكلم بها تكتب عليك، مش كده وبس، يوم القيامة تقف بين يدي الله سبحانه وتعالى ويقال لك: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وطبعا الكتاب فيما فعلت وما قلت. تخيل كده لو كان واحد مثلا بيكثر من الشتائم، هيقرأ أمام ربنا سبحانه وتعالى. موقف فعلا في غاية الإحراج والله. بس تخيل كده الألفاظ اللي انت كنت بتتكلم بيها هتقرأها أمام الله: يا ابني كذا ويا بنتي كذا. ده انت لو متأكد ان ربنا سبحانه وتعالى هيعفو عنك، يكفيك هذا الإحراج الذي ستكون فيه وانت بتقرأ ما كنت تتكلم به في الدنيا. انت كنت من أصحاب الألسنة البذيئة الفاحشة، نسأل الله العافية. المسلم لسانه لا ينطق إلا بالخير، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. في بعض الناس سبحان الله لسانها ده هيوديها في داهية لو ما كانش له مع لسانه وقفة جادة.